شركة السيارات الفرنسية غونو بعد 5 أعوام من أزمة قطاع السيارات الفرنسي أرباح أتت بفضل المصانع المنخفضة التكاليف مثل مصنع رونو قرب طنجة شمال المغرب أكبر مصانع السيارات في القارة الأفريقية. مزيد عنه في تقرير سوارسوي. سيارات جديدة على مد النظر صففت بالمئات جاهزة للتصدير إلى 25 دولة. يوميا وفي كل دقيقة تقريبا يتم إخراج سيارة من المصنع، ما يملأ شحن قطارين يوميا. حمولة كل من القطارين 210 سيارات. 420 سيارة يوميا. نعم. في هذه المنطقة الريفية النائية يشغل المصنع 5000 عامل، 1400 تم تشغيلهم هذا العام. العمال يتوافدون من كل أنحاء البلاد. هي فرصة ذهبية في منطقة يفوق معدل البطالة فيها 30%. لمغازلة المصنع أنفقت الحكومة المغربية 8 ملايين يورو لبناء مركز لتكوين العمال قرب المصنع. يجب العمل بسرعة. سلسلة العمل تنتج 30 سيارة في ساعة. اليوم يجب على الجميع القيام بعملهم في الوقت المخصص لإنتاج سيارة في ساعة. الأجر الصافي لكل عامل شهريا 250 يورو، أجر أقل بمرتين من أجور العمال في رومانيا. موضوع محرج إلا أن الإدارة تركز على الامتيازات التي تمنحها للعمال في المغرب. المرتب الصافي هو 250 يورو في الشهر للعامل، وهو يفوق الحد الأدنى للأجور في المغرب بنسبة 25%. كما للعمال امتيازات أخرى كالنقل بين المصنع والمنزل وطعام الغداء والضمان الاجتماعي والتقاعد. وهذه هي المزايا الحقيقية التي تقدمها رونو، وهذا ليس الحال في جميع الشركات المغربية. 5 دقائق رياضة و5 أوقات للصلاة يوميا، كل شيء نظم على أساس 44 ساعة من العمل أسبوعيا. تخدم 40 ساعة في السيمانة و6 أيام في الأسبوع. أنا كنفضل نخدم في التوقيت هذا كنخدم 8 ساعات وعندي نص ساعة ديال الغداء على التوقيت اللي كنت كنخدم فيه 10 ساعات. 3 نماذج رخيصة الثمن تصنع هنا تحت علامة داسيا، منها السونديغو التي حققت نجاحا كبيرا في السوق الفرنسية. نماذج بالنسبة للمصنع الإنتاج بهذا السعر لا يمكن في فرنسا، إذ أن المصنع في هذه المنطقة الحرة له إيجابياته. نحن معفون من دفع ضريبة الدخل على الشركات لمدة 5 سنوات، وسندفع نسبة خفضت إلى ثلث ما ندفعه في فرنسا لمدة 20 عاما. وفي المقابل أراد المصنع أن يكون مثاليا بالعمل على أن يكون صديقا للبيئة باستخدامه مصادر طاقة غريبة.